مساء الخير. النهارده هنعمل وجبة غدا او عشاء من البطاطس. بجد طعمها حلو قوي، سهلة خالص، سريعة، بتتاكل بالعيش او بالرز. بجد طعمها حلو قوي. هنعمل تتبيلة للبطاطس هتخليها حاجة تانية خالص، هتعجبك جدا. اتمنى تضغطي لايك للفيديو علشان يروح لكتير من المتابعين، وتعملي اشتراك وتفعلي الجرس على الكل. معايا 3 حبات من البطاطس قشرتهم، وببدأ اقطعهم قطع بالشكل ده، بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ اغسلهم. هغسل البطاطس وبكون مسخنة مية على النار. هبدأ اسلقهم نص سلقة. هسيبهم كده يتسلقوا نص سلق وهرجع لكم في اخر كده التسوية بتاعتها. بضيف الملح زي ما قلت لكم، نص سلق، وبضيف كده الملح وهطفي النار. ببدأ اجيب بصلة صغيرة، دي تتبيلة البطاطس اللي هتخليها بجد طعمها مميز. باخد كده بصلاية صغيرة هبشرها، وهبدأ اضيف نص معلقة توم مهروس. اضافات بسيطة خالص وهتخلي البطاطس طعمها رهيب، هتشوفوا دلوقتي. وكمان لو جربتوها هضيف ملح، بابريكا، نص معلقة فلفل اسمر، كمون، وهبدأ اضيف معلقتين زيت، بس اللي هستخدمهم معلقتين من الزيت. هقلبهم وهضيف اضافة كمان، بس لما اقلب دول الاول كده. هبدأ اضيف معلقة صغيرة خالص من الصلصة، معلقة صغيرة جدا، وهبدأ اقلبهم كده. ببدأ بقى اجيب البطاطس صفتها من المية، وهبدأ اتبلها كده بالتتبيلة دي، والصينية دي مدهونة. اتبلها واحدة واحدة كده والفها كويس في التتبيلة وارصها في الصينية. كل الكمية بقى بعملها بنفس النظام. ولو في تتبيلة طبعا اتبقت برضو بضيفها على وش البطاطس من فوق. ببدأ كده. بجد اسرع وجبة بطاطس تعمليها للعشاء دلوقتي او للغدا تقومي تعمليها هتعجبك جدا. بصوا انا خلصت الكمية كلها، ادخلها في الفرن. بصوا بجد طالعه تحفه. حطيتها الاول في الارضيه اللي في الفرن الاول، بعد كده رفعتها على الشوايه تاخد لون. ريحه بقى ما اقولكيش، شايفين بقى مستويه وريحتها بجد تحفه. بجد ريحتها حلوه خالص. اتمنى تجربيها، وطعم كمان مميز، وفي منتهى السرعه. احنا النهارده كلناها بالعيش، لو حابه تاكليها بالرز زي ما انت حابه. بجد هتعجب اولادك جدا. يعني ريحتها كده بس خلى الشقه بجد ان انتي طبخه حاجه حلوه قوي. وهي فعلا البطاطس بالطريقه دي بتبقى مميزه وجميله.